كوبايه شاي بين المجاميع وهو بيريح. لك بكره يا كوتش تكون خلصت المجاميع. ريح قد ايه بين المجاميع يا كوتش؟ راي العلم في موضوع الراحه ده ايه؟ كده 3 انظمه حلوين لطاقه الجسم. عندنا نوعين من البشر في الجيم. اول نوع بتلاقيه بيدخل التمرين بسرعه جدا كده، عايز ينجز نفسه، بيريح بين المجاميع من 20 ل 30 ثانيه، وتلاقيه بص بيون كده في الجيم، وغالبا بيدخل دورين وانا اكون لسه بريح يعني. والنوع الثاني عندنا في الجيم بيكون شخص كبير شويه، وفي الغالب بيكون باور ليفتر، وبيكون قاعد على الدكه ناقص ان هو يطلب كوبايه شاي بين المجاميع وهو بيريح. في الغالب لامم اوزان الجيم كلها وبيتمرن عده او عدتين وبيكمل راحه تاني. اجي لك بكره يا كوتش تكون خلصت المجاميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج الرياضة للجميع. الموضوع النهاردة موضوع جميل جدا، طويل شوية، هنتكلم فيه تفاصيل كتير جدا. هنتكلم عن سؤال مهم اللي هو أريح قد إيه بين المجاميع يا كوتش؟ ده اللي هنجاوب عليه بالتفصيل الحلقة دي، وهنتكلم بصورة مختصرة كده عن أنظمة الطاقة في الجسم، وإزاي الجسم بيستخدم الطاقة وبياخد قد إيه الجسم عشان يقدر يرجع الطاقة دي لمستواها الطبيعي تاني. أول سؤال بيجي في بالنا، ليه إحنا بنريح أصلا؟ ليه إحنا ليه البني آدم بيريح؟ ليه ما ناخدش تمرين الصدر كلها تكة مرة واحدة بعض ونفجر ونولع ونشمرخ ونبهدل عضلات الصدر؟ ايه ده، انت في طرد باين بينك وبين عضلات الصدر، مالك؟ ايه ده، واحده واحده. السؤال اللي احنا سالناه ليه بنريح بين المجاميع، لو السؤال اللي يعني طلاق ما انت قول السؤال تاني. السؤال اللي احنا سالناه اصلا في البدايه ليه بنريح، اساسا انت لو سالته لاي حد مش في الشارع هيقول لك احنا بنحتاج نريح عشان نقدر نستجمع طاقه عشان نكمل العمل بتاعنا او الشغل بتاعنا. كمثال، انت لو مطلوب منك تاسكات كتير في الشغل، انت بتاخد فترات راحه بين كل تاسك وتاسك عشان تقدر تكمل، وفي الغالب ما بتكملش، بتطلب فول وفلافل. وبرده المذاكره نفس الموضوع، انت بتاخد فترات راحه بين المذاكره وفي الاخر ما بتذاكرش ولا بتلم اللي وراك، والامتحان قرب وهنروح في 60 داهيه كلها. ده ينطبق على موضوع التمرين، ان انت بتريح بين المجاميع عشان تسترجع الطاقه بتاعتك عشان تقدر تقوم بالتمرين او تعمل المجموعه اللي وراك بكفاءه احسن شويه، ويكون عندك طاقه ان انت تكمل التمرينه، بحيث ان انت ما تاخدش التمرين كلها مره واحده وتكون بتهلك نفسك وتهلك جهازك العصبي وجهازك التنفسي. العمل او التمرين ده بيتطلب طاقه من الجسم، والطاقه بتتمثل في ال ATP اللي هو ادينوزين تراي فوسفيد، ودي العمله بتاعت الطاقه بتاعت الجسم اللي هي زي الجنيه كده اللي بيستخدمها في الطاقه. والجسم عنده 3 أنظمة يقدر يستخدم بيها الطاقة: الفوسفوجينيت سيستم أو الفوسفوكرياتين سيستم أو البي سي سيستم، سميه زي ما تسميه، واللاكتيك سيستم والأكسيديتيف سيستم. أول نظام اللي هو البي سي سيستم أو الفوسفوجينيت سيستم ده نظام سريع كده للطوارئ زي ما بيقول. لو أنت هترفع وزن تقيل جدا من الأرض عدى عدتين لمدة 5 أو 10 ثواني، تجري سبرنت 100 متر بسرعة قصوى، ده النظام اللي بيوفر لك ATP أو طاقة بسرعة جدا. تاني نظام معنا اللاكتيك سيستم او اللي بيستخدم الجلايكوليسيس او تكسير الجلايكوجين عشان يطلع لك منه جلوكوز عشان يديك طاقه تكمل بيه التمرين، وده بيكون من حوالي 15 ثانيه الى دقيقتين او من 20 ثانيه الى دقيقتين، بيديك طاقه على مدار التمرين اللي بتستهدف فيها اوزان متوسطه لعاليه شويه. تمام، حلو قوي كده زي الفل. وتالت حاجه عندنا هو الاكسيديتيف سيستم، ده بيستخدم التنفس شويه معانا عشان ينتج طاقه من خلال تكسير الجلايكوجين والدهون عن طريق عمليتين الايروبيك جلايكوليسيس واللايبوليسيس. الاثنين اللايبوليسيس يعني تكسير الدهون، وده بياخد وقت اطول شويه وبياخد تمارين متوسطه الشده او منخفضه الشده من دقيقتين بقى وطالع. بعد ما تعرفنا عن انظمه الطاقه كده وعرفنا كل نظام بيوفر لنا طاقه ازاي، هنتكلم بصوره بسيطه كده ايه عن النظامين اللي احنا بنستخدمهم في التمرين، اللي هو الفوسفوجينيك سيستم او البي سي سيستم، واللاكتيت سيستم اللي هو بيستخدم لنا طاقه من الجلوكوز او الكربوهيدرات من غير ما نستخدم الهواء. اول حاجه البي سي سيستم ده عشان يرجع لمستوياته اللي كانت موجوده عليه بتحتاج ان انت تريح على الاقل بعد المجموعه 30 ثانيه عشان يرجع 50%، محتاج تريح دقيقه عشان يرجع حوالي من 75 ل 80%، وبيحتاج الى 3 دقائق كاملين عشان يبدا يرجع الى 100% اللي كان عليه قبل ما تدخل المجموعه دي. والجلايكوجين كده كده بيحتاج عشان ترجع تملى مخازن الجلايكوجين اللي انت استنفذتها من التمرين دي، بتحتاج ان انت بعد ما تخلص ان انت تاكل وجبه فيها كربوهيدرات، وبتاخد حوالي ساعه او ساعتين عشان ترجع المخازن او المستويات طبيعيه الجلايكوجين في العضلات والكبد الى مستواه الطبيعي. طيب نيجي بقى لاوقات الراحه. احنا كده اتكلمنا عن انظمه الطاقه، هنقسم اوقات الراحه الى 3 انظمه.
وقت راحه قصير اقل من 30 ثانيه، ووقت راحه متوسط من دقيقه لدقيقتين، وقت راحه طويل. هنتكلم عن السلبيات والايجابيات لكل فتره منهم على حده. تمام، يلا بينا. اول حاجه، فترات الراحه الاقل من 30 ثانيه ليها فوائد، زي انها هتقدر تخلي جسمك فيه قابليه للتحمل اعلى، وان هو يقدر يتخلص من اللاكتيك اسيد بصوره احسن، وده هيخليه يقاوم اكتر الفتيج او الارهاق، فبالتالي ان يبقى عندك قوه تحمل اعلى في العضلات. الحاجه السلبيه للراحه القليله شويه انها ممكن مش هتخليك تقدر تريكفر الاي تي بي جوه العضلات بصوره كويسه، زي ما قلنا ان اقل من 30 ثانيه الجسم مش بيكون راجع اكتر من 50% من الاي تي بي بتاعه، فبالتالي اوزانك هتقل، فمش هتقدر ترفع اوزان عاليه، فبالتالي الحمل التدريبي بتاعك ممكن يقل. وانت شخص اصلا عندك الكارديو فاسكولار او التنفس بتاعك مش كويس، او ما بتلعبش كارديو كتير، فالموضوع هيكون مرهق جدا عليك. تاني حاجه، الفترات الراحه اللي بين دقيقه لدقيقتين انا شايفها زون ممكن تكون كويسه جدا للزياده العضليه مع قوه التحمل والضخامه، يعني زي ما بيقولوا الجولدن زون كده. دي هتخليك ان انت تريكفر اكتر من 80% من الاي تي بي بتاعك، فبالتالي هتقدر تشيل وزن كويس، هيبقى فيه حمل على العضلات، هتحسن القوه، تحسن التحمل والضخامه العضليه بشكل كويس جدا. ويعتبر دي اكتر حاجه ممكن تكون منتشره من دقيقه لدقيقتين راحه بين المجاميع. طيب من 3 دقائق ل 5 دقائق، معظم الباور ليفترز هتلاقيهم بيريحوا من 3 ل 5 دقائق عشان يقدروا يشيلوا الوزن بتاعهم بكفاءه عاليه، عشان يخلي كل ست ليها جوده عاليه، ويقدر يجيب نفس الاعداد اللي جابها في الست اللي هو لعبها الاولانيه، ويكون الوزن بتاعه فعال جدا. ودي برضو طريقه كويسه جدا لزياده القوه القصوى وزياده الضخامه العضليه، لان في الغالب قوه زياده هيساوي عضلات زياده في الغالب يعني. طب راي العلم في اوقات الراحه ايه والافضل من ناحيه الزياده العضليه؟ طيب مبدئيا كده انت ممكن تلاقي شويه اختلافات جوه كل دراسه، يعني انت مش الدراسات دي مش هتاخدها 100% هي صح، بس احنا بنستدل بيها على بعض الحاجات. في دراسه اتعملت من شون فيلد في 2016 جاب مجموعتين على مده 8 اسابيع، مجموعه كانت بتريح 3 دقايق ومجموعه ثانيه كانت بتريح اقل من دقيقه. الكونكلوجن بتاع الدراسه دي ان المجموعه اللي كانت بتريح 3 دقايق زادت القوه وزادت العضلات، والمجموعه اللي كانت بتريح اقل من دقيقه ما شافتش نفس الزياده اللي زادتها المجموعه اللي كانت بتريح 3 دقايق. وكان في ميتا اناليسيس في 2017 كانت تجميع 6 دراسات كده، قالوا ان هم لقوا ان الراحه اكتر من دقيقه بتحسن من الزياده العضليه احسن من ان انت ما تريح اقل من 30 ثانيه. طيب جميل جدا، حاجه حلوه، بس في حاجه بسيطه، هتلاقي في اختلافات جوه الدراسات نفسها بينها وبين بعضها، زي اختلاف اراء الفقهاء كده. ازاي؟ كان في ميتا اناليسيس تاني اتعمل كان بتشوف الفرق بين التراديشنال سيتس والميتابوليك سيتس، اللي هي الدروب سيت والسوبر سيت والكلاستر سيت الى اخره، اللي هي اصلا بيكون فيها وقت الراحه قليل جدا، يمكن اقل من 30 ثانيه. بيشوفوا الفرق بينها في الزياده العضليه. الغريب في الدراسه دي او في الميتا اناليسيس دي في مجموعه الدراسات ان هم لقوا ان مفيش فرق كبير في الكونكلوجن، مفيش فرق كبير قوي بين الزياده بين التراديشنال سيت اللي هي العضله اللي انت بتلعبها تريح دقيقه، والدروب سيت او السوبر سيت او الكلاستر سيت اللي انت بتريح وقت قليل ويكون فيها الانتنسيتي او الضغط عالي عليك. في الحقيقه جوه الدراسه دي ذات نفسها انت ممكن تلاقي فروق فرديه بين الناس، يعني في ناس ممكن تلاقيها استجابت كويس جدا لوقت الراحه القليل والدروب سيت او السوبر سيت، وناس تانية العكس استفادت من التراديشنال سيت. وده بيقول لنا ان اجسامنا مش ثابته، مش شبه بعض عشان ناخد حاجه ونحطها لكل الناس فهتمشي مع كل الناس، فدي مش الطريقه اللي اجسامنا بتشتغل بيها. ايه افضل مده ان احنا نريح فيها بين التمارين؟ هو في الاول وفي الاخر ده بيعتمد على حسب الشخص وهدفه ايه اصلا في البدايه، سواء قوه، تحمل، زياده عضليه، وعامل تاني اللي هو عامل الوقت. طيب ايه احسن وقت ان احنا نريح فيه؟ تعال نرجع كده لدراسه 2016 بتاعت شون فيلد. لو هناخد بالنا ان من المجاميع اللي هو خدها 3 دقايق راحه ان معظمها كانت كومباوند موفمنت زي الديد ليفت والبنش بريس والسكوات، فتمارين مركبه عضلات كتير بتدخل فيها، فلازم يعني نستنتج من كده ان احنا تمارين مركبه ان احنا ناخد فيها وقت راحه اكتر من دقيقه الى 3 دقايق راحه عشان نقدر نريكفر ونقدر نبوش فيها وزن عالي عشان نحقق نتيجه عضليه. وفي ميتا اناليسيس ثانيه اتعملت على العضلات الصغيره او العضلات اللي بتشتغل عند مفصل واحد زي الباي والتراي، الاوقات الراحه اللي فيها كانت قليله، اللي زي 30 ثانيه واقل كانت احسن شويه في الزياده العضليه. يبقى احنا كده ممكن نستنتج حاجه بسيطه ان الكومباوند موفمنت هنحتاج ان احنا نريح فيها اكتر شويه من العادي، ولو احنا معانا وقت ان احنا نقدر نريح فيه هيكون كويس جدا ان احنا نستجمع الطاقه بتاعتنا عشان نقدر نكمل التمرينه. والتمارين العزل ممكن نريح فيها اوقات قليله، او ممكن نعمل بريدايزيشن بين التمرين، ان احنا ناخد كل فتره وقت راحه معين عشان نشتغل على نقطه معينه، سواء تحمل او زياده قوه او زياده تحمل او زياده عضليه.
في النهايه ده بيعتمد على الشخص ذات نفسه وهدفه ايه والوقت المتاح بالنسبه له ايه. انا شايف ان من دقيقه لدقيقتين وقت كويس جدا ممكن الكومباوند موفمنت، ولو انت محتاج زياده قوه قوي فانت هتحتاج تريح اكتر من 3 عدات عشان تحسن من جوده السيتس بتاعتك. ولو العضلات صغيره زي الباي والتراي والكتف ممكن تنزل وقت الراحه على الاقل من دقيقه، ده برضه هيكون كويس ليك، وان انت تجرب تشوف ايه افضل حاجه ليك وايه افضل حاجه لوقتك والمتاح ليك ايه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ورب تكونوا استفدتوا. انا عارف ان الفيديو كان فيه معلومات كتير جدا، ورب اكون قدرت اوصل المعلومات بصوره سريعه وبصوره بسيطه. ما تنساش ان انت تشترك على القناه وتفعل الجرس لو في اي فيديوهات تانية، وسيب رايك في الكومنتات ومحتاج الفيديو الجاي عنها. شكرا.